بيحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز. هو فنان مصري للنخاع، وصل بمصريته للعالمية. النجم المصري العالمي خالد النبوي. خليني بقى قبل ما نتكلم عن الفيلم اللي بعد كده، فكرة التغيير صورة العربي في السينما الأمريكية، وكل الأدوارك اللي عملتها في السينما الأمريكية من مملكة الجنة للعبة عادلة للمواطن لحتى المسرحية بتاعت كامب ديفيد واللي أديت فيها دور السادات وهنتكلم عنها دلوقتي. يعني انا مسميها فكره الدبلوماسيه او التجاوز دور الممثل لدور دبلوماسي اخر. هو مش مجرد ان انا بأدي دور وبأدي الدور بشكل جيد، لا، انت في هدفك زي ما اتكلمت عن اللي رايح جاي ما بينك وما بين المؤلف، انت عملته حتى في الافلام الامريكيه وجمل حواريه انت اصريت انها تكون موجود لتاكيد تغيير الصوره ديت للمواطن العربي. بلا شك، لانه انا المواطن العربي بالنسبه لي هو نجيب محفوظ. طبعا كل اللي موجودين هو المواطن العربي بالنسبه لي النهارده، بس كمان انا لو عايز ادي امثله، هم نجيب محفوظ، هم يوسف شاهين، هم احمد زويل، هو محمد العريان، هو محمد صلاح، هو ده المواطن العربي بالنسبه لي. فانت ما تجيبليش حد انت عايز تدي صوره سيئه، لا، تعالى انا اقول لك مين هو المواطن العربي. وبالتالي كنت حتى الملابس اقول لهم انتوا ازاي عايزيني لو انا في المواطن عامل دور لبناني عايزيني البس ملابس وحشه؟ انا اعرف لبنانيين كويس قوي ممكن ما يبقاش في جيبه فلوس لكن بيبقى لابس كويس قوي. فانا اسف جدا، انا هبقى معيش فلوس، مش لابس لبس غني، لكن يعني راجل محترم. ونفس الحكايه حصلت في اللعبه العادله، مديره الملابس مصممه مصره ان انا ابقى دكتور لابس وحش جدا. قلت لها لا يا فندم، هو الدكتور ده نظيف محترم. انا شفت العراق، والعراق في عزها احنا كنا بنجيب اللبس من العراق. لا، حتى لو بعد اللي حصل والاحتلال القميء حصل، انه لا، انا معارفهم وشايفهم، هو ممكن يبقى عنده قميص واحد بس نظيف وراجل عالم. فحاربت عشان ما يلبسونيش لبس مش كويس.